النهارده انا قمت وقلت عايز اعمل محشي بتنجان وكوسه وفلفل. المكان الوحيد اللي انا هلاقي فيه الكلام ده كله المحل العربي، والمحل العربي ده في مدينة رانشو كوكومانجا، اسمه ريد توميرو. لو انت قاعد هنا حوالين رانشو كوكومانجا ونفسك تعرف في مكان عربي هنا حواليك ولا لأ، ريد توميتو ده محل اصلا عربي، ولو انا مش غلطان يعني صاحب المحل عراقي. بيبيع حاجات كتيرة، فأنا بصراحة قررت إن أنا أخدكم معايا في الجولة دي وأوريكم إيه أسعار الحاجات هنا. الحاجات العربي خصوصا المنتجات العربية كلها مصرية وسعودية وأردنية ولبنانية، هلاقي كل الكلام ده هناك إن شاء الله. فأنا هديكم فكرة عن الأسعار وأتمنى الفيديو يعجبكم إن شاء الله. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك، تعملوا سبسكرايب لو أنت أول مرة تتفرج على الفيديوهات بتاعتي. عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن إن شاء الله. عايزين نكبر القناة، عايزين نخلي الناس تعرف ايه هي امريكا، ايه هي كاليفورنيا، ايه هي ساذرن كاليفورنيا خصوصا في سان برناردينو. ان شاء الله باذن الله. انا دلوقتي في الطريق، تعالوا اوريكم المكان شكله عامل ازاي. حاجه من الحاجات الذكيه ان المحل دوت حاطط العربيه دي راكنها دايما هنا وكاتب عليها بالعربي عشان يعرف الناس ان في محل عربي هنا. انا دي الطريقه اللي انا عرفت بيها ان في محل عربي هنا. انا كنت ماشي مره بعدي بالعربيه في الطريق على فوت هيل، ولقيت العربيه دي مكتوب عليها بقاله عربيه، وقلت ايه ده، في محل عربي هنا وانا مش عارف. طبعا انا كنت عارف ان في حاجه اسمها ريد توميتو، بس ما جاش في دماغي خالص ريد توميتو دي اللي هي محل عربي اصلا. تعالوا اوريكم المحل شكله عامل ازاي. هو ده محل العربي مكتوب عليه فارمر ماركت. كوبايات زي كده ب $14. نلاقي كنكة للقهوة ب$10، سعرها فوق. نلاقي كوبايات زي كده معمولة من الفخار للقهوة، 6 كوبايات $27. في ألوان مختلفة كمان، وكمان حاجة زي كده للليمون، بس دي مش عليها سعر. حاجة زي دي فخار طبق صغير $7.29. ولو جينا هنا برضو 6 كوبايات للقهوة ب$20، سعرهم كويس. وكمان عندهم كوبايتين عشان الحسد. بس هو جاي بس الكولسلو بس $5.79، $5.80. وكمان عندهم هنا زي مطعم صغير في بيبيعوا فول وطعمية وشاورما، الحاجات دي كلها معمول $6، في 12 حبة. هاي المرة الأولى اللي ما كنتش. عصير مانجا زي ده $2.40. زيت بركة $25. حبة كبيرة فول مدمس $1.50. عندهم شعرية كمان ميد ايست دي $1.70. لو دخلنا هنا هنلاقي زيت زيتون الوزير دوت $30. فيمتو فروت حاجة ساقعة سودا $2.90. بسكوت العيد ده $10. بقسماط اهو طعمه حلو، بنتي بتحبه، $6.49. المحل ده كمان بيبيع عيش طازة، العيش الرغيف الواحد $1.
وفي زي ما انتم شايفين شاورما. عيش بالزعتر ده $9. عندهم كمان جبن هنا، الباوند $7 الجريك فيتا تشيز. جبنة قريش $7، المش $8، اللبنة $7، الجبنة الاسطنبولي $7، الزيتون $7 الباوند، زيتون زي كده. في مخلل ترشي هناك اهو، حاجة زي كده. حلويات زي دي طعم الشامي الأصيل دي $33. نفيسة. كيس العيش ده $2.50، في 5. ده كيس العيش ده اللي هو العيش الشامي $2.80. عيش أسمر في 1 2 3 4 5 6 رغيفة $1. عصير المانجا ده صنع في الإمارات $1.50. في العيران ده أو اللبن الرايب ده $5.30. بنتي بتحبه، هناخد واحد منه. الزبادي دي $4. إزازة اللبن الرايب الصغيرة $2.30. جبنة عبور لاند $2.70. سمنة كلارا $8.80. هنلاقي عندهم منتجات الملبن والجيلي والحاجات اللي هي بتتباع حاجة زي كده. ده ملبن بالفستق مكتوب عليه $5.50. جيلي زي ده او النوع ده طازة $1.50. نسكوت ده مفضل لبنتي $3.60، هاخد واحدة. مربى المشمش نفس البراند طازة $7.19، وهنلاقي فيه مشمش وهنلاقي فيه تين وهنلاقي فيه مانجا وهنلاقي كمان فيه برتقان. Didn't break. Ooh, that was close. مربى البرتقال دي $3. حلاوة دي حلاوة شعر، حلاوة الشعر دي $10.80. طحيني حلاوة حاجة زي كده $6.50. عسل ده مكتوب جريد A جاي من السعودية، عليه سيل دلوقتي، هو سعره $7. فأنا هجرب واحد، شكله عسل حقيقي يعني، نشتري واحد. يا مين اللي فاكر الحاجات دي؟ دي product of Germany جاي من ألمانيا $15. علبة البسكوت اللي بيبقى فيها بسكوت ما فيهاش إبر وخيط وكده، دي بسكوت حقيقي $4.80. نيجي هنا للناس اللي بيحبوا الشاي ويحبوا يظبطوا دماغهم. في هنا شاي العروسة، شاي العروسة ده $3.30، مش ياخد 2. ساعات باجي ما بلاقوش، فلما باجي وبلاقي باخد منه. لو انت بتحب شاي ليبتون الفتلة حاجة زي كده $9.19، فيها 100 كيسة. ولو انت من محبي شاي الوزة $7.19. كمان في شاي أحمد تي، ده شاي سايب $8.69. وده شاي ليبتون العربي الخرز $19. الناس اللي بتحب بن النجار حاجة زي كده، الحجم ده 450 جرام
ب 12 دولار بكل الوانه، مع الهيل من غير الهيل ده حجم صغير شويه حاجه زي كده 5 دولار و49 سنت. والفتره طويله كنت بستخدم بن العميد زي ما انتم شايفين، قهوه تركيه جميل جدا سعره 8 دولار و69 سنت. بس هما دلوقتي بدأوا يجيبوا عبد المعبود، وانا بصراحه بحب عبد المعبود. انا مش هشتري دلوقتي، لسه شاري شويه بس احسن من بن العميد كمان. نيجي هنا لبن نيدو حليب كامل الدسم مجفف، العلبه دي كيلو و800 جرام ب 60 دولار، غاليه جدا. ماء الورد دي الناس اللي بتحب ماء الورد في الماء بتاعتها اللي بتشربها 2 دولار و80 سنت. نيجي بقى لقسم البقوليات. العدس الاصفر ده كيسه كبيره حوالي 2 كيلو او 4 باوند. الكيسه دي ب 7 دولار او 6 دولار و70 سنت، حاجه زي كده. كواليتي شكلها احسن شويه، نفس الحجم بس اكشلي اغلى كمان، 7 دولار و39 سنت. الكسكس ده مكتوب فاين او رقيق يعني ناعم، ده ب 6 دولار و70 سنت. الفول المجروش اللي بيتعمل بيه الطعميه، او اللي انا فهمت ان هو بيتعمل بيه الطعميه، الكيسه دي ب 2 دولار و60 سنت. الناس اللي بتحب الغله تعمل بليله، الكيسه دي ب 3 دولار. كمان هنلاقي هنا المدمس، فول مدمس 5 دولار و29 سنت. معرفش بقى ده بلدي ولا مستورد، انا فاكر زمان كان يقول لك ده بلدي ده مستورد، مش عارف. الفريك الناعم حاجه زي كده، ده فريك ناعم 6 دولار. وطبعا الناس اللي بتحب الفول والطعميه دي خلطه فلافل 6 دولار و60 سنت. ما انصحكش ان انت تشتريها عشان معموله من الحمص. لو انت بتحب الطعميه اشتري كل الانجريدينتس او الحاجات اللي انت محتاج تشتريها للطعميه واعملها في البيت احسن. ماجي علبه فيها 24 قطعه زي ما انتم شايفين، 7 دولار و70 سنت. الفول المدمس، عايز تدمس فول في البيت عندك ده ب 2 دولار و50 سنت. نيجي هنا اللوبيا ام عين سودا، حاطين جواها ذره دي لوبيا ام عين سودا دي ب 4 دولار و39 سنت. البقره الحلوب دي 800 جرام ب 26 دولار. ولو حابب تشتري سمنه، انا استخدمتها مره وطلعت حلوه، طعمها حلو، بس معرفش بصراحه طبيعيه ولا لا يعني او حقيقيه ولا لا. السمنه دي ب 20 دولار. السمنه روابي 11 دولار و70 سنت. ازازه زيت كريستال الذره الشهيه، الف سلام وتحيه. هو ده الاعلان، ده ب 6 دولار و69 سنت. ونيجي هنا ده القسم فيه كل حاجة فيها بهارات، شطة، توم، الحاجات دي كلها زي ما انتم شايفين. أسعارها بتتراوح من 2 ل4 ل6 دولار. القسم ده علبة زي دي فيها شطة، العلبة دي ب6 دولار. حلبة اللي بيحب يشرب حلبة، العلبة دي ب4 دولار. سمسم أبيض ب6 دولار و40 سنت. الفلفل الأسمر ده ب8 دولار 29 سنت. توم بودرة 11 دولار و60 سنت. القرفة ديت ب8 دولار. الكمون ده ب 10 دولار و50 سنت. وكمان في قرنفل، القرنفل هنا ب9 دولار و50 سنت. برطمان الطحينة ده ب7 دولار و50 سنت. ورق العنب ده
زي مخلل او حاطينه في ميه، ده ب$6 و19 سنت. وطبعا احنا هنا عشان نجيب حاجة المحشي، فالكوسة وده البتنجان والناحية التانية فلفل. على الأول ننقي الكوسة، دي الكوسة، تعالوا نجيب البتنجان. أهم حاجة يكون بتنجان صغير. You guys don't have the smaller? No. With this weather, No. there is a lot of eggplant that's not available. Oh, okay. And that one only we have for today. Oh, okay. Yeah, I usually come get the smaller one from you guys. I know, yeah. Thank you. كده كفاية بتنجان. الفلفل. عندهم بصل، ال2 باوند $1. كده بصل، سيلانترو، اعتقد اللي هي الكزبره. انا مش عارف بصراحه، بتلخبط دايما بين الشبت والبقدونس والكزبره، بس دي واحده من الحاجات. واحد، وايا كان دي بنسميها ايه. دي الحاجه التانيه. فريش، دي ب99 سنت الواحده. طماطم، الطماطم هنا الباوند ب79 سنت. انتم شايفين طماطم كبيرة او حمراء. الطماطم ده الكرنب الوحيد اللي انا بشوفه هنا. انتم شايفين صغير جدا، ما اعتقدش ان انت ممكن تعمل منه محشي كرنب. ال2 باوند منه $1. وكمان عندهم لحوم، كل حاجة حلال، حاجة زي كده. رجول الفراخ او اللي هي الفخدة بتاعت الفرخ يعني ب$4 الباوند. صدور الفراخ هنا ب$5 الباوند. وهنا الورك والجناحات ب$6 الباوند. الجزء ده ب$2 الباوند. الكتفة دي $7 الباوند. طبعا كل حاجة حلال. الفلاب ميت ده ب$12 الباوند. اللحمة المفرومة دي ب$6 ودي $7. I'm good. Thank you. الديل اكس تيل ده اللي هي الديل نفسه دي $8 الباوند. ده لحمة خرفان أو معيز ب$12 الباوند. ودي اللامب تشاب ب$11 الباوند. الموز ده اسمه بنانا بيبي موز أو بنانا بيبي ده ب99 سنت الباوند. ناخد واحدة. كمان هنلاقي هنا التين الشوكي، ال3 $1 وال3 $1. الاتنين مسكرين، جربت الاتنين طعمهم حلو. وكمان هنلاقي هنا زيت الزيتون ده برطمان كبير عصر بالبارد، مش عارف ده ايه بصراحة، ده ب$20. منتظر تعليقاتكم ومنتظر آرائكم في المحل العربي والأسعار اللي فيها موجودة هنا عاملة ازاي. تعالوا الأول نروح الكاشير، ودايما بيحط لك حاجات على جنب هنا بحيث ان انت وانت ماشي واقف في الطابور تعبي وتشوف
يا فول مدمبس حبة كبيرة برضو نوع تاني، التلاتة منهم $1، 3 من دول $1. علبة بلح حاجة زي كده، شكله نظيف، نوع محترم، ده $20 العلبة. كمان هنا بيبيع حاجات بتاعت الشاش كلها، الفحم بتاع الشاش معرفش بصراحة الأسعار بتاعتها، بس أنا شايف حوالي $5-6 للفحم. هاي Yes please. حاجة زي دي راني فيها 24 حباية أو فيها 24 كنزاية $23 و76 سنت. $40 و66 سنت. ايه رأيكم؟ ندفع كاش؟ It's a habit of mine. I've always put the press card in accident. No, don't worry. I really don't work with it. Thank you. If you need it, you need it. Appreciate that. What time you guys open and close? 8 to 8. شغالين الساعة 8 الصبح 8 بالليل كل يوم. Alright. Thank you. Thank you. أو نعد فلوسنا. 2 3 4 5. Thank you. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ده. يا ريت ما تنسوش تقولوا لي رايكم في اسعار المنتجات هنا العربي عامله ازاي. لو انت هنا عايش في امريكا او عايش في المنطقه اللي انا ساكن فيها، هتيجي تعمل شوبينج في المحل ده ولا لا؟ ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد ممكن ان شاء الله. شكرا جزيلا لكل الناس اللي دايما بتدعمني، وهفضل اقول في كل فيديو شكرا جزيلا لكل الناس اللي دايما بتدعمني، وشكرا جزيلا لكل الناس اللي دايما بتدعمني، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.